كيف أكون مهدوية قوية الشخصية؟ لا يمكن للفتاة أن تكون مهدوية إلا ب5 أركان. الركن الأول عفاف زينبي، عباءة وحجاب واعتزاز بيهم، مو عبارة عن عباءة وحجاب وهي خايفة ومرعوبة. عفاف زينبي. ثانيا تمكين ميداني، يعني عندها دراسة، عندها وظيفة، عندها بيت تعمل بيه، عندها موقع إلكتروني تبلغ بيه، لازم إلها أرض تعمل بيها وهيئ له الأرض. ثالثا أن تكون لديها حصيلة نافعة من المعلومات والأفكار والأشياء التي تربطها بالإمام والدين والناس، يعني عندها معلومات تقدر تسولف بيها ويا زميلاتها إذا اعترضن على الدين، على القضية المهدوية. ما تقدر تصير مهدوية قوية الشخصية بدون معلومات. ورابعا أن تكون لديها دائرة محيطة بها من الصديقات المؤمنات المباركات القويات، مو مهزوزات بكلمة من هنا تهتز شخصيتها، بكلمة من هناك تهتز قيمتها، لا. تحيط نفسها بزميلات تعلمهن وتتعلم منهن، تنطيهن وتأخذ منهن. وخامسا أن تكون من الفتيات اللاتي يعلمن ويدركن أن القوة لا تأتي من الخارج، تأتي من الداخل. قوتك كمهدوية ما تجي من برا، ما تجي من العافية اللي تجيك من الناس أو الشكرا اللي تجيك من المعلمة أو المدرسة، لا. القوة المهدوية تستخرج من الداخل، تستخرجينها من داخلك، من تأملك بنعم الله عليك، من تدبرك بإحاطته بك، شلون يداريك، شلون يرحمك، شلون داير باله عليك. بارك الله فيك.